السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن المحاضرة رقم 10 تفاضل بعنوان القيم العظمى والصورة المحلية. النهاردة هناخد الدرس الثاني في الباب الثالث سلوك الدالة. يعني ايه بقى قيمة عظمى ويعني ايه قيمة صغرى؟ حضرتك دلوقتي لو جيت رسمت هنا مثلا محور الصادات، وهنا كده ده محور السينات، وفي دالة وانا برسمها كان شكلها عامل كده حلو، وعمالة بتتكرر هنا بنفس القصة. فالنقطة اللي فوق دي كده دي بتتسمى ايه؟ دي بتتسمى قيمة عظمى. حلو. طب ودي كده قيمة عظمى. طب ودي صغرى، ودي صغرى، ودي صغرى. يبقى كل النقط اللي تحت ديت اسمها نقطة حدث عندها قيمة صغرى، لكن دي اللي فوق حدث عندها قيمة عظمى. ده كده عنوان الدرس بتاع النهارده. طب انا عشان اجيب النقط دي بجيبها ازاي؟ فاكر الحصة اللي فاتت كنت بجيب النقط الحرجة وبنحطها على خط الاعداد. لو نقطة الحرجة اسمها ألف ونقطة تانية اسمها ب، كنت ببقى بعد كده ببحث ايه؟ فترات التزايد والتناقص. هنا مثلا كان زيادة، نقصان، زيادة مثلا. حضرتك النهاردة هنسمي النقطة اللي هم اتقابلوا فوق بالشكل ده كده، اللي النقطة دي اسمها قيمة ايه؟ قيمة عظمى. حدث عندها قيمة عظمى، حدث عندها قيمة عظمى. امال دي حدث عندها قيمة صغرى، حدث عندها قيمة صغرى. عايزك تركز في اهم نقطة في الحصة كلها. ايه هي بقى؟ ان القيم العظمى والصغرى هي قيم صاد. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لما اجي انا في السؤال هنا اسالك اوجد القيمه العظمى والصغرى المحليه، حضرتك العظمى حدثت امتى؟ حدثت عند س بألف. طب قيمتها بكام؟ بداله الالف. يعني اروح داله السين واعوض عن السين بألف. تعال ناخد سؤال عشان نفهم اكتر. يجي لي سؤال يقول لي ايه؟ يقول لي اوجد القيم العظمى والصغرى المحلية. يقول لي والله بص، انت عندك دالة س بتساوي، سؤال اهو، نجيب بس الكتاب بتاعنا كده عشان مضيعش وقت. اول سؤال، الدالة بايه بقى؟ ب2 س تكعيب ناقص 3 س تربيع ناقص 36 س زائد 14. ده كده اول سؤال في الحصه. حضرتك يا باشمهندس هتحل لي دي ازاي؟ والله انا اول حاجه اروح اعمل ايه؟ افاضل. يبقى ده الشرطه س هتساوي كام؟ 6 س تربيع حلو ناقص 6 س ناقص 36، واساوي ده كله بصفر. ممكن احلها على الاله، ممكن اقسم على الستة. هيبقى س تربيع ناقص 6 ناقص 6 بيساوي صفر، واحلها بالاله. الاله هتقول لي س بتساوي 3 وهتقول لي س بتساوي -2. حلو قوي. اعمل خط اعداد احط عليه النقطتين اللي جوه، هنا -2 وهنا 3. حلو قوي. ما بينهم زي ايه؟ زي الصفر. عوض هنا 0 ناقص 0 ناقص 6 يبقى سالب. بعدهم زي الاربعه، عوض هنا هيطلع موجب. قبلهم زي -4، عوض هنا يطلع موجب برضه. يبقى حدث قيمة عظمى محلية. يبقى القيمة العظمى بتساوي ايه؟ والله القيمة العظمى حدثت عند س بكام؟ ب2، يعني بتساوي دالة -2. واكتب ده على الآلة واجيب دالة -2. طب القيمة الصغرى هتساوي ايه؟ هتساوي دالة 3 واكتبها على الآلة واجيبها على طول. حلو. عايز حضرتك دلوقتي تتعلم حاجة مهمة معايا. ايه هي بقى؟ انا دلوقتي بدل ما ادخل على الآلة القوس ده مرتين ادخله مرة واحدة، واكتب 2 اكس تكعيب، يبقى الفا اكس تكعيب ماشي ناقص 3 الفا اكس تربيع ناقص 36 الفا اكس زائد 14. واقول له ايه بقى؟ اقول له كالك لما كانت س بكام؟ ب2، واقول له يساوي كام؟ يديني 58. ركز يا باشمهندس، مش همسح يا باشمهندس.
مش همسح اللي انا جبته. اقول له كالك تاني، بس لما كانت س بكام؟ ب3. كالك 3 يساوي، يديني سالب 67. بس كده خلصت المسألة معايا. فالخطوة الرياضية دي مهمة جدا اللي انا اتعلم ازاي اعملها. كل اللي عايزه من حضرتك دلوقتي كشكولك وقلمك، ولازم تتفاعل معايا. التفاعل في الحصة عموما بيخلي الذهن ما يسرحش في اي حاجة، هتلاقي نفسك بتستفيد طول الحصة. يبقى انت طول ما انت بتتعلم في اي محاضرة عموما لازم يكون حضرتك معاك كشكول وقلم، ومشغول على طول بالكتابة، بتكتب اول باول ملاحظة، مسألة، تحل المسألة ورايا وتطبق على طول عشان المعلومة تثبت في الدماغ. تمام؟ يا ريت تسمع الكلام وتلتزم باللي احنا بنقوله. ماشي، تعال نخش يلا على السؤال التاني. احنا كده فهمنا الحصة كلها هنمشي ازاي ان شاء الله. هنبتدي بقى ايه؟ نحل مسائل كلها، نجيب قيم عظمى وصغرى، بس نشوف الافكار لما تتغير هنتعامل مع المسألة ازاي. السؤال التاني في الكتاب بيقول لي ايه؟ بيقول لي بص، دالة س تساوي س أس 4 ناقص 18 س أس 2. يلا يا باشمهندس عايزين نحل دي. حل ازاي حضرتك؟ اروح اعمل ايه؟ فاضل. ماشي فاضل. يبقى مشتقة السين هتساوي ايه؟ 4 س أس 3 ناقص 18 في 2 يعني ناقص 36 س، واساوي بالصفر. اقسم على 4 يبقى س أس 3 ناقص 9 س يساوي صفر. خد السين مشترك يبقى س تربيع ناقص 9 بيساوي صفر. اما السين بايه؟ بصفر، او السين تربيع ناقص 9 بيساوي صفر. ومنها السين تربيع بكام؟ 9، ومنها السين بكام؟ موجب او سالب 3. يبقى انت عندك خط اعداد عليه كام قيمه؟ 3 سالب 3 وصفر و3. حلو. قبل السالب 3 زي السالب 4 وعوض هنا. نفس القصه اللي عملناها في اللي فاتت نعملها دلوقتي. اكتب قيمه المشتقه نفسها على الآلة 4 الفا اكس اس 3. ماشي. ناقص 36 الفا اكس، واقول له كالك. كالك كام بقى؟ سالب 4. يديني كام يا باشمهندس؟ يديني سالب. يبقى هنا ده كده ادى سالب. ماشي. كالك سالب 2 يديني موجب. كالك 1 يديني سالب. كالك 4 يديني موجب. حلو. يبقى انا عندي دلوقتي القيمه العظمى. عندي كام قيمه عظمى؟ عندي واحده. يبقى القيمه العظمى بتساوي ايه يا باشمهندس؟ دالة الصفر. دالة الصفر من فوق بصفر. حلو. طب الصغرى عندي 2. عندي دالة السالب 3 وعندي الصغرى دالة ال3. وعوض فوق هنا. هكتب بقى المعادله على طول على الآلة. الفا اكس اس 4 ناقص 18 الفا اكس تربيع. واقول له ايه بقى؟ اقول له كالك سالب 3 يديني كام؟ سالب 81. حلو. واللي بعدها كالك كام؟ كالك 3 يديني سالب 81 برضه. يبقى اذا القيمه العظمى بكام؟ بصفر، والقيمه الصغرى بكام؟ بسالب 81. ماشي حلو. تعال نبص على سؤال ثالث. سؤال ثالث بيقول لي دالة س بتساوي س أس 4 زائد 1. ماشي. سؤال رابع بيقول لي دالة س بتساوي س أس 4 ناقص س تكعيب. ماشي. سؤال خامس بيقول لي دالة س أو ص بتساوي، هو بيقول ص 1 ناقص س تربيع على 1 زائد س تربيع. ماشي. يلا يا باشمهندس عايزين نحل دول كده وبعد كده نكمل باقي أمثلتنا. السؤال دوت رقم 3 هروح أفاضل. مشتقة س هتساوي ايه؟ 4 س تكعيب. ماشي. سواها بالصفر. اقسم على 4
وخد الجذر التكعيبي يبقى س بصفر. حلو، اعمل خط اعداد وحط الصفر قبل الصفر زي السالب واحد، لما تعوض هنا يديني سالب، بعد الصفر زي الواحد لما تعوض هنا يديني موجب. يبقى يوجد ايه؟ يوجد قيمة صغرى. طب والقيمة الصغرى بتساوي كام؟ صفر؟ لا غلط، بتساوي ايه؟ دالة الصفر. يبقى عوض هنا عن س بصفر تديني كام؟ واحد. حلو، خلصت المسألة. ماشي. صلي بعد كده يا باشمهندس، ابتدي افاضل. تساوي كام؟ 4 س أس 3 ناقص 3 س أس 2. حلو. اخد س تربيع مشترك وانا بساوي بالصفر، اخد س تربيع مشترك هيبقى لي 4 س ناقص 3. ده كله بيساوي صفر، اما س تربيع بايه؟ بصفر، ومنها س بكام؟ بصفر. او 4 س ناقص 3 بتساوي صفر، ومنها ال 4 س هتساوي ايه؟ 3، ومنها س بكام؟ ب 3 على 4. يبقى عندي قيمتين كده. طبعا اللي في الشمال هنا الصفر بعدها 3 على 4. اكتب المشتقة واعمل كالك على الآلة على طول. يبقى المشتقة اسمها ايه؟ 4 اكس أس 3 ماشي ناقص 3 اكس تربيع. حلو أوي. أقول له كالك سالب 1 يديني سالب 7. كالك نص ما بين ده وده يديني سالب. كالك رقم بعد التلاتة على 4 زي الواحد يديني موجب. يبقى هنا في ايه بقى؟ في هنا قيمة صغرى فقط. يبقى يوجد ايه؟ قيمة صغرى اللي هي كام؟ ما تقولش 3 على 4، امال ايه؟ دالة التلاتة على 4. يبقى اكتب الكلام ده على الآلة. الفا اكس أس 4 ناقص الفا اكس أس 3 ماشي، واقول له كالك كام؟ كالك 3 على 4 يديني كام يا باشمهندس؟ يديني سالب 27 على 256. ودي كده القيمة الصغرى. ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ص بتساوي 1 ناقص س تربيع على 1 زائد س تربيع. اروح اعمل ايه؟ اخد المشتقة. تاخد المشتقة ازاي؟ المقام تربيع. حلو. المقام في تفاضل البسط. تفاضل البسط بكام؟ بسالب 2 س ناقص البسط في تفاضل المقام. البسط اسمه 1 ناقص س تربيع وتفاضل المقام بكام؟ ب 2 س. يبقى ده كله مضروب في 2 س. تعال نمشي واحدة واحدة كده. اللي انت عملته في البسط ده اسمه ايه؟ سالب 2 س في الاول بسالب 2 س، سالب 2 س في الثاني بسالب 2 س تكعيب، ناقص 2 س في الاول يبقى ناقص 2 س، وناقص 2 في الثاني 2 س في الثاني بموجب 2 س تكعيب. حلو. ده كله على 1 زائد س تربيع كل اس 2. طبعا انت ده تقدر مع ده، يبقى ده كله بكام؟ سالب 4 س على 1 زائد س تربيع كل اس 2. هو حضرتك هنا كنت بتجيب النقط الحرجه ازاي؟ كنت مره بساوي البسط بايه؟ بصفر ومنها س بصفر، ومره تساوي المقام بصفر، يبقى 1 زائد س تربيع بتساوي صفر. طب والاس 2 طار، يبقى س تربيع بكام؟ بسالب 1 ومنها س بكام؟ بفاي. شاطر. يبقى اعمل خط اعداد وحط ايه يا باشمهندس؟ الصفر قبله زي السالب 1. اكتب بقى دي على الآلة. المشتقة اللي انت وصلت لها اسمها ايه؟ سالب 4 س على 1 زائد س أس 2 كل أس 2. ماشي. أقول له كالك كام بقى؟ كالك سالب 1 يطلع بواحد. ماشي. طب وكالك 1 يطلع بسالب 1. حلو. يبقى يوجد ايه؟ قيمة صغرى، قيمة عظمى. القيمة العظمى قيمتها كام؟ دالة الصفر. أعوض هنا عن س بصفر يبقى 1 ناقص صفر 1 على 1 بواحد. يبقى القيمة العظمى قيمتها 1. لكن هنا يا باشمهندس ما كانش فيه ولا عظمى ولا صغرى عند الصفر. ليه؟ عشان هما ما تقابلوش ولا فوق ولا تحت. حلو قوي. حتى الآن الدنيا إلى حد كبير سهلة الحمد لله. ماشي. تعال نخش السؤال رقم 6. طبعا المفروض حضرتك بعد كل سبورة بتوقف الفيديو بتحل المسائل لوحدك، وهاجي في اخر الحصة هديك مثال او مثالين حضرتك هتحلهم وهتبعتهم لي على الواتساب على الخاص، بحيث ابقى عارف مين ملتزم بالكلام اللي احنا بنقوله
ومين اللي مش عاجبه كلامنا خالص. ماشي، تعال نبص على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 6. بيقول لي بيقول لي دالة س بتساوي 3 ناقص س على س تربيع ناقص س ناقص 2. ماشي. سؤال رقم 7. بيقول لي دالة س بتساوي س زائد 1 على س. ماشي. السؤال رقم 8. بيقول لي دالة س بتساوي س أس تلت. ماشي. السؤال رقم 9. يقول لي دالة س بتساوي 2 س ناقص 3 س أس 2 على 3. حلو. تعال نحل دول وبعد كده يبقى لنا ان شاء الله اخر سبوره. يلا صديقي، اول سؤال حله ازاي؟ هبتدي اول حاجه طلع المجال على جنب. المجال بكام يا باشمهندس؟ مجال البسط بح، مجال المقام بح، يبقى تقاطعهم بح، فرق اصفار المقام. اخد الكلام ده اساويه بالصفر. س تربيع ناقص س ناقص 2 بيساوي صفر على الاله. تبقى س بكام؟ ب2 وس بكام؟ سالب 1 على الاله. حلو. يبقى ح ناقص ايه؟ ال2 والسالب 1. حلو. عايزك تهتم كده بنقطه مهمه في الحصه اللي هي ايه بقى؟ حضرتك عشان تجيب القيمه العظمى والصغرى لازم تكون السين بتنتمي لايه؟ للمجال. ليه؟ عشان حضرتك عايز الصاد. ما هو المجال كان تعريفه ايه؟ هي قيم س التي تجعل للداله قيمه معرفه. يبقى انت عشان تعرف تجيب الصاد لازم السين تكون معرفه اصلا، يبقى لازم تنتمي للمجال. يبقى بشكل اوضح اكتر، القيم العظمى والصغرى المحليه لها كام شرط؟ 3 شروط. ليها 3 شروط. شايف ايديا بتترعش ازاي من 3 شروط؟ ليها 3 شروط. تترعش اهو. حلو. ايه هم ال3 شروط؟ اول شرط بينتموا لمجال الداله. تاني شرط المشتقه عندها بصفر او 1 على صفر. شايف بتترعش اهو، بتترعش. حلو. تالت شرط يحدث عندها تغير، اتقابلوا فوق او اتقابلوا تحت. اتقابلوا فوق او اتقابلوا تحت. قول لي ال3 شروط تاني عشان اكتبهم. اول شرط النقطه بتاعت س بتنتمي لمجال الداله عشان اقدر اجيب الصاد اللي هي القيمه العظمى والصغرى. تاني شرط المشتقه بتاعت س بصفر او ب1 على صفر. تالت شرط يحدث عندها تغير، القيمه العظمى يا اما تقابله فوق يا اما تقابله تحت وتبقى قيمه صغرى. حلو. يبقى حضرتك لازم اجيب المجال الاول. ماشي. تعال نجيب المشتقه. مشتقه س تساوي ايه؟ المقام ايه؟ تربيع. حلو. المقام في مشتقه البسط. مشتقة البسط بسالب 1، يعني ممكن اسلب دي على طول. حلو. ناقص البسط في مشتقة المقام. مشتقة المقام بكام؟ ب2 س ناقص 1. حلو. طبعا اساوي البسط بصفر اساوي المقام بصفر. تعال نساوي المقام بصفر يبقى س تربيع ناقص س ناقص 2 اس 2 بصفر. طب ما تاخد جذر الطرفين يبقى التربيع هنا طار. احلها على الاله تبقى س بكام؟ ب2 وس بكام؟ سالب 1. طبعا تحت النواتج دي تكتب ايه؟ مرفوض عشان لا ينتموا للمجال. حلو. طب فوق سالب س تربيع زائد س زائد 2 ده كله ناقص 3 في الاول يبقى ناقص 6 س، ناقص 3 في التاني يبقى زائد 3، ناقص في ناقص س بموجب س في الاول يبقى موجب 2 س تربيع، سالب في سالب س بموجب س في التاني يبقى سالب س. ده كله يساوي بالصفر. بسط لي 2 س تربيع مع س تربيع يبقى لي س تربيع واحده. ده يطير مع ده يبقى لي سالب 6 س بس. حلو. وموجب 2 وموجب 3 يبقى موجب 5 بيساوي صفر. احلها على الاله، الاله تديني س ب5 وتديني الس ب1.
حلو قوي. فاعمل خط ايه؟ خط اعدادي يا باشمهندس، احط عليه الواحد واحط عليه الخمسه. ماشي. وابتدي اجرب. حضرتك دلوقتي هكتب على الاله ابسط صوره انا وصلت لها اهيت. لما بتيجي اجرب رقم قبل الواحد زي الصفر، يبقى صفر ناقص 6. صفر ناقص 6 بكام؟ بصفر. ده يطير يبقى موجب 5، يبقى هنا تقابله فوق. حلو. بعد الواحد والخمسه زي الاتنين، يبقى 4 ناقص 12 سالب 8 زائد 5 سالب تحت. بعد الخمسه زي الستة، 6 أس 2 ناقص 6 أس 2 زائد 5 يطلع موجب. يبقى هنا في ايه؟ قيمة عظمى اللي هي دالة كام؟ دالة الواحد، وقيمة صغرى اللي هي دالة كام؟ دالة الخمسة. يلا تعرف تجيب دالة الواحد دالة الخمسة؟ هطلع فوق اقول له ايه؟ 3 ناقص 1 2 على 1 ناقص 1 ناقص 2. حلو، يبقى ده كله بكام؟ سالب 1. طب ودالة الخمسة اطلع فوق اقول له 3 ناقص 5 سالب 2 على 25 ناقص 5 ناقص 2. يطلع سالب 1 على 9. يبقى دي القيمة العظمى ودي القيمة الصغرى. حلو قوي. ماشي. تعال نبص على اللي بعدها. قول لي دالة س بتساوي ايه؟ س زائد 1 على س. ابتدي اعمل ايه؟ اجيب المجال. مجال الاولانيه بح، مجال الثانيه بح فرق الصفر، يبقى المجال النهائي بح فرق الصفر. حلو. ابتدي افاضل يا باشمهندس. يبقى مشتقة س بكام؟ بواحد، وده س اس سالب 1 مشتقته سالب س اس سالب 2 واساويها بالصفر. طب هتحل دي ازاي؟ اقول له والله 1 هيساوي ايه؟ س اس سالب 2. يبقى 1 بيساوي 1 على س اس 2. اعمل مقص، يبقى س اس 2 بواحد، يبقى س بكام؟ بموجب او سالب 1. حلو قوي. خط اعدادك اهوت سالب 1 وموجب 1. نجرب رقم ما بينهم زي الصفر. لما اجي اجرب صفر هنا مش هينفع اجربه. ليه؟ عشان ده اصلا لا ينتمي للمجال، يبقى لازم اعمل دايره وما ينفعش اجرب الصفر. يبقى اجرب رقم قبل السالب 1 ورقم بعد السالب 1. رقم قبل السالب 1 زي السالب 2. يعني اكتب ده على الاله يا شباب. الاول اهو 1 ناقص الفا اكس اس سالب 2. ماشي. واعمل لي كالك السالب 2 يطلع بكام؟ ب3 على 4. يعني ده كده بموجب. بعد السالب 1 لغايه الصفر، رقم ما بين السالب 1 والصفر زي ايه؟ زي السالب نص، فاقول له كالك سالب نص يطلع بايه؟ بسالب 3. ماشي. رقم بعد ما بين الصفر والواحد زي النص، اقول له كالك النص يطلع بسالب. حلو. رقم بعد الواحد زي الاتنين، اقول له كالك الاتنين يطلع بموجب. يبقى اذا في قيمه ايه؟ عظمى عند السالب 1 بتساوي داله السالب 1، وقيمه صغرى اسمها ايه بقى؟ داله الواحد. قيمه عظمى داله السالب 1 اطلع اعوض فوق، سالب 1 ناقص 1 يبقى سالب 2. حلو. داله الواحد اعوض فوق برضه، يبقى 1 زائد 1 2. يبقى دي القيمه العظمى ودي القيمه الصغرى. حلو. واحد ممكن يجي في فاليو يقول لي ايه؟ يقول لي يا باشمهندس الارقام دي صح ولا غلط؟ اقول له يعني ايه؟ يقول لي يا باشمهندس القيمه العظمى المفروض يبقى الرقم الكبير الموجب، القيمه الصغرى الرقم الصغير السالب. لا، سيبك من الالفاظ العربيه اللي انت فاهمها، مش كده. الموضوع عندنا بيمشي بالخطوات. لو انت اتقابلت فوق يبقى هنا عندك قيمه عظمى ملهاش علاقه بالرقم صغير ولا كبير. لو انت اتقابلت تحت يبقى عند الواحد في قيمه ايه؟ قيمه صغرى ملهاش الرقم يطلع صغير ولا كبير. بوضح لك عشان الاسئله كلها تكون واضحه بالنسبه لك دلوقتي. ماشي. تعال نبص السؤال اللي بعده. داله س بتساوي س اس تلت. ابتدي اعمل ايه؟ اجيب المجال. المجال بكام؟ بح، لان ده جذر فردي اصلا. حلو. افاضل يا باشمهندس مشتقة السين تساوي ايه؟ تلت في س اس كام؟ سالب 2 على 3 واساويها بالصفر. حلو. يبقى س اس سالب 2 على 3 بتساوي صفر. حلو. يبقى اساوي بقى س اس 2 على 3 لما اخد جذر الطرفين بتساوي صفر، يبقى س بكام؟ بصفر. يبقى انت طلعت لي س بصفر، حطها على خط الاعداد. شمالك زي السالب 1. لما تعوض هنا على الاله تلت في، اكتب على الاله بقى عشان ايه؟ انا عندي مشكله في التعويض اللي هو انت. يعني حضرتك ما تحترش خالص لما يكون عندك المساله فيها السوالب فيها موجبات، اكتب الداله عادي واعمل ايه يا باشمهندس؟ كالك. كالك رقم قبل الصفر زي السالب 1 يديك ايه؟ يديني تلت موجب. بعد الصفر زي الواحد اقول له كالك الواحد يديني كام؟ تلت موجب. يعني قبل وبعد بيديني نفس القيمه. يبقى هنا ايه؟
ما تقابلوش ولا تحت ولا فوق، يبقى لا يوجد قيم عظمى ولا صغرى محلية، مفيش. حلو. السؤال اللي بعده بيقول لي دالة س بتساوي 2 س ناقص 3 س أس 2 على 3. المجال هنا ايه؟ والله المجال هنا ح موجب. لا مش ح موجب، ده المجال من هنا من اول الصفر لغايه ما لا نهايه. حلو، بس الصفر المفروض يبقى معايا، خد بالك. ازاي يا باشمهندس؟ وضح لي كده واحده واحده. حضرتك المجال دي بايه؟ بح. طب المجال دي بايه؟ ده اصله س، المفروض اقول له س اس ايه؟ الجذر كام؟ الثالث للاثنين. عفوا، يبقى المجال هنا المفروض يبقى ح. يبقى انت عندك هنا المجال بح وهنا المجال بح، يبقى المجال النهائي بكام؟ بح. حلو. انا فكرتها الجذر الثاني للثالث، فكرتها الجذر الثاني لاس 3، فالجذر الثاني طبعا كان يبقى ايه؟ من صفر الى ما لا نهايه. ماشي. بعد كده بقى هبتدي افاضل. فاضل يبقى 2 ناقص 3 في 2 على 3 يعني 2 س اس 2 على 3 ناقص 1 على الاله يبقى سالب تلت. حلو قوي. سواء بالصفر اقسم على 2 تختفي، يبقى انا لما اقسم على السالب يختفي برضه. حلو. يبقى هنا 1 هيساوي ايه؟ موجب س اس سالب تلت. ارفع سالب 3 للطرفين، ده لما ارفع له اس سالب 3 يديني 1 برضه، وهنا يبقى س. يبقى س بكام؟ س بواحد. حلو. يبقى س بواحد اللي يخلي الكلام ده ماله؟ بصفر. يبقى لما تيجي تعمل لي خط اعداد دلوقتي تحط عليه الواحد يمينك وشمالك. شمالك زي الصفر 2 ناقص، دي كان المفروض خد بالك ناقص 2 ناقص صفر ب2 موجب. بعدك زي الاتنين اروح اعملها على الاله 2 ناقص 2 س اس سالب 1 على 3. ماشي. واعمله كالك ايه؟ كالك الاتنين يطلع بايه؟ بموجب. طب وكالك صفر مش هينفع كالك الصفر. طب كالك الواحد. طب كالك السالب 1. يبقى كالك السالب 1 هيطلع بكام؟ هيطلع ب4 بموجب. يبقى عندي الواحد هنا يا باشمهندس حصل ايه؟ حدث قيمه ايه؟ ولا عظمى ولا صغرى، يبقى ليست عظمى وليست صغرى. حلو قوي. يبقى حتى الان الدنيا لحد كبير سهله. ماشي. تعال نبص على الاسئله اللي بعد كده عشان خد بالك خلاص حصتنا الرابط تخلص، بعد كده هديك حاجه تحلها، فلازم تاخد سكرين للمسائل دي دلوقتي انت معايا وتحل الكلام ده كله ورايا. اتاكد ان ارقامك بتطلع صح، حلولك بتطلع صح. ماشي. احنا بنقفل كل الافكار بحيث لما تروح الواجب ما يبقاش في اي حاجه بتقف قدامك ان شاء الله. ماشي. السؤال رقم 10 بيقول لي بص خد بقى دي كده. بيقول لي دالة السين بتساوي حاجتين. اول حاجه بتساوي 2 س زائد س تربيع حيث س اقل من او يساوي الصفر، وتساوي 2 س ناقص س تربيع حيث س اكبر من الصفر. ماشي. ده كده السؤال رقم 10. السؤال رقم 11 بيقول لي دالة س بتساوي حاجتين برضه، بتساوي س زائد 1 وبتساوي س تربيع ناقص 1. مرة س أقل من أو يساوي سالب 1 ومرة س أكبر من سالب 1. ماشي. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 12 بيقول لي دالة س بتساوي مقياس س ناقص 1 وسكت. حلو. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 13 بيقول لي دالة س بتساوي جذر 9 ناقص س تربيع. وبعد كده في الآخر عايزك تحل لي كده تدريب بسيط إن شاء الله. مجرد ما نخلص الحصة عايزك تحل التدريب ده. بيقول لي ايه بقى في التدريب؟ بيقول لي دالة س
هتساوي س ناقص 2 أس 3 زائد 5. كل أس 3 زائد 5. لما تفهم حلول الأربع مسائل دول عايزك تحل لي المسألة ديت وتبعت لي الحل على الواتساب. ماشي. بسم الله. أول سؤال أروح أجيب إيه؟ تفاضل، يبقى مشتقة السين هتساوي 2 زائد 2 س. حلو. طب وهنا 2 ناقص 2 س. فوق س أقل من أو يساوي صفر وهنا س أكبر من صفر. أول حاجة طبعا هساوي ده بالصفر وأساوي ده بالصفر. أروح أساوي أهو 2 زائد 2 س بصفر. يبقى س بكام؟ بسالب 1. حلو. هل السالب 1 أقل من الصفر؟ يبقى تبع الحل. و2 ناقص 2 س بصفر. يبقى س بكام؟ يبقى س بواحد. حلو. هل أكبر من صفر؟ يبقى تبع الحل. حلو. ناقصك حاجة. أنا عايز أعرف الصفر ده نقطة حرجة ولا لأ؟ أروح أجيب المشتقة الإيه؟ المشتقة بتاعت الصفر لما كان أكبر س أكبر من الصفر فاسمها المشتقة اليمنى. عوض عن س بصفر يبقى 2. وأجيب المشتقة بتاعت الصفر لما كان س أقل من الصفر واسمها المشتقة اليسرى. عوض عن س بصفر يبقى 2. هل الاتنين قد بعض؟ الاتنين قد بعض. يبقى إذا الصفر ماله؟ ليس نقطة حركة. الكلام ده خدناه الحصة اللي فاتت. لو كان الاتنين مش قد بعض كان الصفر نقطة حركة. حلو. يبقى حضرتك دلوقتي لما تيجي تعمل لي خط أعداد أحط فيه كام قيمة؟ أحط فيه قيمتين. السالب 1 والواحد. حلو. والصفر ممكن أحطه عادي بس أعمل حواليه دايرة. ليه بتعمل حواليه دايرة؟ عشان ده مش نقطة حركة. يعني مش تبع القيم العظمى ولا الصغرى. حلو. واخد رقم قبل السالب 1 زي السالب 2. تعوض هنا ولا فوق؟ لا انت هتعوض هنا فوق عشان اقل. يبقى 2 ناقص 4 سالب. ما بين السالب 1 وصفر زي ايه؟ زي السالب نص. ما بين السالب 1 وصفر زي السالب نص. وخد بالك مش لازم هنا، يعني ممكن اعوض بالصفر على طول. لما تعوض بالصفر فوق يديني ايه؟ 2 زائد صفر ب2 يعني موجب عموما. حلو. يبقى ده كده طالع فوق. ماشي. وبعد الواحد زي ايه؟ زي الاتنين. هتعوض فوق ولا تحت؟ تحت. يبقى 2 ناقص 4 سالب. يبقى اذا حدث عندك قيمة عظمى وحدث عندك قيمة صغرى. طب العظمى بكام؟ بدالة الواحد. والصغرى بكام؟ بدالة السالب 1. دالة الواحد اعوض فوق ولا تحت؟ لا. ركز. دالة الواحد يعني عايز قيمة الدالة اللي هي قيمة الصاد. لو انا عوضت هنا اجيب قيمة المشتقة يبقى لازم حضرتك تعوض فوق. يبقى دالة الواحد من هنا ب2 ناقص 1 بواحد. طب ودالة السالب 1 اعوض فوق. 2 في سالب 1 سالب 2 زائد 1 سالب 1 أس 2 بواحد. يبقى ده كله يطلع لي بايه؟ بسالب 1. حلو. خلصت المسألة. ماشي. السؤال اللي بعد كده مديني نفس صيغة السؤال برضه. اروح اجيب الايه؟ المشتقة. يبقى هنا بواحد وتحت ايه؟ 2 س. هنا س اقل من او يساوي سالب 1 وهنا س اكبر من سالب 1. اساوي ده بالصفر مش هتطلع حاجة. اساوي ده بالصفر يبقى س بايه؟ بصفر. وس بصفر اكبر من سالب 1 يبقى تبع الحل. طب انا عايز اعرف السالب 1 معايا ولا لا؟ هي مشتقة السالب 1 اللي فوق السالبة بتساوي ايه؟ بتساوي 1. طب مشتقة السالب 1 اللي تحت اللي هي ايه؟ الموجبة بتساوي ايه؟ 2 في 1 ب 2. 2 في سالب 1 سالب 2. حلو. يبقى اذا السالب 1 ايه؟ نقطة حرجة. حلو. يبقى حضرتك دلوقتي تروح تعمل خط اعداد وانزل عليه ايه؟ انزل عليه السالب 1 والصفر. بس خد بالك هنا السالب 1 معايا. قبل السالب 1 زي السالب 2. اعوض هنا ولا هنا؟ اعوض فوق. يبقى بواحد. من سالب 1 لصفر زي ايه؟ زي السالب نص. اعوض فوق ولا تحت؟ اعوض فوق. سالب نص اقل من سالب 1؟ لا، سالب نص اكبر من سالب 1. اعوض تحت. يبقى 2 في سالب نص بايه؟ 2 في سالب نص بايه؟ رقم سالب. بعد الصفر زي الواحد. اعوض فوق ولا تحت؟ اعوض تحت. 2 في 1 بموجب. يبقى في هنا ايه؟ في عظمى. طب والعظمى اللي هي دالة الايه؟ السالب 1. طب والصغرى اللي هي ايه؟ دالة الصفر. طب ودالة سالب 1 بكام؟ سالب 1 زائد 1 صفر. طب وليه انت عوضت فوق مش تحت؟ عوضت فوق عشان فيه يساوي. حلو. طب والصغرى اللي هي دالة الصفر والصفر اكبر من سالب 1 يبقى صفر ناقص 1 سالب 1. حلو قوي.
السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي دالة س بتساوي مقياس س ناقص 1. هو المقياس بيتفك ازاي؟ بيتفك مره بايه؟ بالموجب ومره بايه؟ بالسالب. حلو. مره س اكبر من او يساوي حاجه ومره س اقل من حاجه. باخد ده اساويه بالصفر، س ناقص 1 بتساوي صفر، تبقى س بكام؟ بواحد، يبقى هنا 1. حلو قوي. وابتدي اكرر اللي فات، اجيب بقى مشتقة س بتساوي 1 وهنا سالب 1، هنا س اكبر من او يساوي 1 وهنا س اقل من 1. حلو. يبقى انت عندك دلوقتي يا باشمهندس هنا مفيش نقط حرج هتطلع من هنا، فشوف الواحد مشتقة الواحد الموجب بايه؟ ومشتقة الواحد السالب بايه؟ مشتقة الواحد الموجب بواحد والسالب واحد، مشتقة الواحد السالب بسالب 1. يبقى اذا الواحد ايه؟ نقطة حرجة. حلو. يبقى اعمل خط اعداد احط عليه الواحد وابص يميني، المشتقة الاكبر بموجب، شمالي بسالب. يبقى عند الواحد في ايه؟ صغرى اللي هي دالة الواحد. حضرتك هتعوض هنا ولا هنا؟ عوض فوق، يبقى 1 ناقص 1 0. حلو قوي. ماشي. اخر سؤال في الحصه بيقول لي دالة س بتساوي جذر 9 ناقص س تربيع. المجال بكام الاول؟ اخد والله 9 ناقص س تربيع ديت اقول لها انت المفروض اكبر منها ويساوي الصفر، يعني التسعة اكبر منها ويساوي س تربيع. عشان احل مساله زي كده واعرف المجال دي من الدرجه الثانيه لازم اخد جذر الطرفين. الجذر يديني ايه؟ موجب او سالب 3، واعمل لي خط اعداد هنا كده، رقم ما بينهم زي الصفر. هل الصفر اقل من 9؟ يبقى ده تبع الحل. رقم اقل زي السالب 4 يبقى ده 16. هل اقل من 9؟ لا، يبقى ده غلط. رقم اكبر من 3 زي الاربعه يبقى ده 16. هل اقل من 9؟ لا، يبقى ده غلط. يبقى المجال هنا بكام؟ من سالب 3 لغايه ال3. هل هما معايا؟ معاك عشان فيه يساوي. حلو. يبقى ده المجال يا باشمهندس. هتروح تجيب لي المشتقه 1 على 2 الجذر في مشتقة ما تحت الجذر، وطير دي مع دي، وابتدي اساوي مره البسط بايه؟ بالصفر، ومره المقام بصفر. طير الجذر يبقى 9 بتساوي س تربيع، يبقى س بكام؟ بموجب او سالب 3. يبقى معايا كام نقطه؟ 3 نقط، والثلاثه بيقعوا في الفتره بتاع المجال. يبقى معايا هنا بدايه سالب 3 وعملت نقطه، ونهايه 3 وعملت نقطه. حلو. وفي اليمين عندي الصفر. ما بين الصفر والسالب 3 زي ايه؟ زي السالب 1. اطلع اعوض في المشتقه فوق، سالب في سالب 1 في موجب 1. 1 على جذر 8 هيطلع بموجب. ما بين الصفر والتلاتة زي الواحد، اعوض هنا يبقى سالب 1 على جذر 8 هيطلع بسالب. يبقى هنا في يا باشمهندس في والله قيمه اسمها ايه؟ قيمه عظمى اللي هي عباره عن داله الايه؟ داله الصفر. اجيب داله الصفر منين؟ من فوق. جذر 9 ناقص صفر، جذر الموجب ل 9 ناقص صفر بجذر 9 اللي هو بكام؟ ب3. حلو قوي يا شباب. يبقى المساله دي مساله مهمه جدا لازم تتعلمها ازاي تجيب المجال وازاي تعوض هنا. تمام؟ اتمنى يكون الفيديو فاتكم. توفيق للجميع ان شاء الله. ما تنساش تحل المساله دي دلوقتي، توصل لناتج النهائي، وتبعت لي الخطوات على الخاص على الواتس. رقمي كده هتلاقيه ان شاء الله في وصف الفيديو. توفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.